Ay içinde bulduk. كيبدا الفيلم ديالنا في كوريا الجنوبية في عام 1950. كان الغزو الكوري الجنوبي من بعد الحرب العالمية الثانية. سيول هاد البنت الصغيرة وزوينة كانت كتجري وفرحانة ورا واحد الفراشة، حتى وقع انفجار ومشى كلشي اللي في الدوار. ماتوا بزاف ديال الناس، باها واجه العسكر وامها حتى هي مشات تعاونو وخلاو سيول بوحدها. في هاد الغزو تقتل كلشي اللي في الدوار ومبقى حتى شي واحد. من بعد كنشوفو علي في تركيا كيضرب الجرس ديال البيكالا وكيعيط على سليمان باش يخرج من البالكون. علي كيقول ليه هبط دغيا بلا ما يضيع الوقت. سليمان كان كيتهلا ديما في الكلاب اللي برا، ومن بعد علي كيسولو علاش ديما كيتعطل مع شعرو واللباس ديالو. سليمان جاوبو بجواب بسيط. هاد البنت ايسيل كتعيط على نوران من الزنقه وكتعلمها باللي سليمان والدراري غاديين يجيو دابا. الدراري شافوهم وتشاركوا ديك اللحظه زوينه. من بعد ايسيل مشات تجلس مع نوران في الزنقه وقالت ليها سمعت باها ناوي يصيفط الجنود لكوريا، وهي كانت خايفه على سليمان من الحرب. نوران ريحات ايسيل وقالت ليها باللي سليمان والدراري غير طلبه في الجامعه. سليمان وصحابو ركبوا البيكالات ومشاو عند القياده العسكريه، وفاش وصلوا قالوا لهم باللي عيطوا عليهم باش يشاركوا مع الجنود اللي غاديين لكوريا الجنوبيه. الماجور كيندين قال لسليمان باللي انارا نظمت فرقه باش تعاون قوات الامم المتحده وطلب منه ينضم ليهم. سليمان قبل بصعوبه المهمه ديالو. من بعد في المطعم الدراري كانوا كياكلوا. إلهان ما كانش تايق في قدرة سليمان على القتال، ولكن بيبي محرم كان مؤمن به. شويه الجو تشنج وتم طلب سليمان منهم يوصلوا رساله لنوران مع إيسيل قبل ما يسافر في الليل. داك العشيه سليمان ريح نوران وقال لها غادي يرجع بخير من بعد المهمه ديالو، واخا كانت خايفه من تاثير عالي عليه. نوران كانت يتيمه وعائلتها مشتتين، لقات الراحه في الهضره ديال سليمان. في الغد نيميت قرات التليغراف ديال خالها واللي كيقول ان سليمان غادي ينتقل لكوريا الجنوبيه. ملي عرفات غلب عليها القلق وتخلعات عليه. دعات معاه باش يرجع بخير وما يوقع ليه والو. سليمان ودع الناس وصيفط رساله لصحابو ولعائلته وحتى لحبيبته نوران، ريحهم كاملين باللي هو في امان مع الامريكان وغاديين في طريقهم لكوريا الجنوبيه. من بعد الملازم مسعود سولو فين يلقى ليسانس، حيت هو اللي تابع الوحده ديال المحركات باش يقدر ينقي الكابيني ديالو من النمل. ولكن سليمان ما بغاش يقتل النمل واقترح يعطيهم ما ياكلوا باش يخرجوا بوحدهم. هاد الهضره خلات مسعود يشك في قدره سليمان على البقاء في الحرب، وقال واش يقدر يعيش في المعركه وهو ما قادرش حتى يقتل النمل باش يحمي راسو. ملي وصلوا لكوريا الجنوبيه السكان المحليين استقبلوهم وفرحوا بهم. الضابط امرهم بسرعه باش يوجدوا راسهم للسفر لديغو باش يتلاقاو الجنود ديال كوريا الجنوبيه. من بعد الماجور فؤاد عطى تحديث للجنود وقال لهم باللي قوات حفظ السلام قدروا يردوا جنود كوريا الشماليه وحرروا كوريا الجنوبيه من الغزو، ودابا خاصهم يضربوا الضربه الاخيره في اسوار كونوري. علي وماس بداو كيهضروا على السبب اللي خلاهم يرسلوهم لكونوري وعلى واش يثيقوا في الجنود الاتراك ولا لا. ماس شكك في وطنيه علي، وعلي حتى هو شكك في الوفاء ديال ماس. سليمان دخل بيناتهم وبين لهم باللي كل واحد فيهم كيدير دور مهم. في ديك اللحظه جنود كوريا الشماليه هجموا عليهم ومشاو كيجريو باش يقلبوا على الكولونيل اللي كان محتاج يتصل بالفيلق تسعود. في ديك اللحظه سليمان ومسعود تطوعوا وحتى علي مشى معاهم. وفي نفس الوقت في تركيا نوران وإيسيل كانوا جالسين في قهيوه كيهضروا على الجنود اللي مشاو للحرب اللي سمعوا باللي سالات. كانوا فرحانين بزاف حيت الجنود غاديين يرجعوا بكري، ونوران ما قدرش تصبر باش تسمع سليمان كيطلبها للزواج. في الليل سليمان وعلي ومويت والكولونيل جلال وبيبي خرجوا باش يقدموا تقرير. الكولونيل جلال طلب منهم يسرعوا فشعلوا الضو ديال الطوموبيل. في واحد اللحظه سليمان لاحظ باللي كاين فخ، نزلوا من الطوموبيل دغيا وقبل ما يهجموا عليهم جنود كوريا الشماليه الطوموبيل انفجرات. وفي نفس الوقت في تركيا نيميت الشابه اللي كتعاون عائله سليمان حست بصدمه في الجسم ديالها في ديك اللحظه بالضبط اللي كان وقع فيها الكمين في كوريا الجنوبيه، وشكت باللي وقعت شي حاجه خايبه في كوريا. من بعد ما نجوا من الانفجار علي بان شجاع وهجم عليهم وقتل شحال من واحد فيهم بالفردي ديالو. ومن بعد عاون مويت يوقف وهو كيضحك معاه وقال ليه الشيوعيين صحابك ما كيحملونيش. من بعد الكولونيل اقترح عليهم يدوزوا من الغابه باش يتخباو، ومنين بداو كيتحركوا وسط الشجر لقاو الجثث مشتتين اللي كانوا ضحايا ديال الحرب. هادشي خلاهم يكونوا في حاله تاهب قصوى، وشويه سمعوا واحد الصوت خلعهم. مشى سليمان يشوف اش كاين ولقى سيول ديك البنيه معنقه الام ديالها اللي ميته. سليمان واساها وقرر ياخدها معاه للمقر ديال الفيلق تسعود في يونغهونكي.
جلال ومسعود قالوها للقائد، وفاش كانوا كيتسناو برا اقترح علي يعطيو البنيه شي اسم حيت هما ما كانوش كيقدروا يتفاهموا معاها بسبب اللغه. سليمان اقترح يسموها ايلا حيت لقاها في الضوء ديال القمر. القائد الامريكي خرج وقال لهم ان الحرب عاد بدات حيت الجيش الصيني بدا كيعاون كوريا الشماليه، ومن تما الجنود الاتراك التحقوا بقوات كوريا الجنوبيه وشكلوا قوه متعدده الجنسيات. الكابتن جيج والملازم اللي تعينوا كمرشدين باش يعاونوهم في النقل السري. القوات الامريكيه كانت واجده باش تخدم معاهم وحياو الجنود الاتراك على الشجاعه ديالهم. ايلا بقات قريبه من سليمان وكتقلب على الامان، حتى في واحد الوقفه قصيره الجنود بداو كيتشاوروا على احسن طريق يمشيو به الكونوري، وفي نفس الوقت جلال عين سليمان باش يصلح الجيب ديالو. ايلا بلا ما تهدر طلبات من سليمان يبقى حداها حيت كانت مخلوعه، وهو هزها معاه وحطها فوق الكابو ديال الطوموبيل وبدا كيصلح في الجيب. مويت والجنود الاخرين كملوا المسير ديالهم في المسار. ملي صوب الجيب واحد من الجنود الكوريين بغى يهز ايلا شويه طاح مضروب بالرصاص من واحد القناص. سليمان وصحابو دخلوا كيتيريو وهي تبلبل. سليمان دغيا خبى ايلا تحت الجيب باش يحميها من الرصاص. من بعد سليمان رمى واحد القنبله مصنوعه من ليسانس باش يبعدهم منهم. في ديك اللحظه مويت والفرقه ديالو سمعوا الصداع وجاو باش ينقذوهم، ولكن سليمان ضربوا واحد منهم. واحد من صحابو تيرا فيه وقتلو، وسليمان فقد الوعي وهو كيشوف ايلا. في نفس الوقت وصلت اخبار الحرب لتركيا وقالوا ان نسبه القتلى وصلت ل 20%، الشيء اللي زاد قلق العائله ديالو ونوران ونيميت. في الغد فاق سليمان من الغيبوبه ولقى ايلا شاده ليه في يدو كتسنى فيه حتى يفيق. واخا ما كيتفاهموش في اللغه كانت كتبغيه بزاف. من بعد شويه ديال الراحه والضحك مويت قال سليمان باللي الكوريين باغيين ياخذوا ايلا ولكن هي ما بغاتش. اللي عرض يتفاوض مع القائده نيابه عليهم، ولحسن الحظ تقبلوا الاقتراح ديالو وقرروا يحتفظوا بالاطفال بما فيهم ايلا في المقر الرئيسي حتى يلقاو لهم بلاصه مامنه ومناسبه. فؤاد شدد على ان الحرب كتزيد خطوره وخصهم يتحركوا ويخططوا مزيان، وقال لسليمان ما يتعلقش بزاف بايلا واقترح عليه يخليها مع صديق واحد الجندي تركي. الكولونيل قال لسليمان باللي كاين واحد الحفل ديال توزيع الاوسمه من طرف السلطات الكوريه ونصحو يوجد راسو للسفر. وصادق ريح سليمان وقال ليه بلي غيتهلا في ايلا بحال بنته. وفي الاخر صادق شد ايلا من عند سليمان ومشى يشوف شي حاجه في الطوموبيل ديالو، ولكن هي خبات راسها في الجيب ديال سليمان. في نفس الوقت في تركيا توصلت عائله سليمان برساله منه كيشرح لهم الوضع اللي عايشين فيه وعاود لهم على اللقاء ديالو مع ايلا، وكيقول باللي خلات الجو يكون زوين عندهم. في الحفل العسكري الرجال كانوا كيتسلموا الاوسمه ديال التقدير. جات ايلا كتجري عند سليمان وفاجات كلشي، ما خلات ليه حتى حل وعنقها وهو كياخذ ميداليه الشرف. الكابتن اللي كان كيسلم الميداليه قال سليمان والفريق راكم عائله وحده، وعلنوا انهم غادي يخليو ايلا تبقى في المقر. من بعد مده في المقر ديالهم الكولونيل فؤاد عطى لسليمان فستان والصبابط صيفطوهم ليه من الديار ديالهم لايلا. سليمان بدا كيدوز وقته كامل كيتهلا فيها وكيتدرب مع الجنود ديالو. الحب والحنان اللي عطى لايلا خلاها تولف بزاف وتنشطهم في ايام التدريب اللي كانت ممله. مويت هضر مع سليمان باللي خاصهم يعلموا ايلا التركيه مزيان، وفعلا بداو كيقريوها وكيخليوها تفرج في الافلام ديالهم. واحد النهار جات ايلا كتجري عند سليمان وهي كتعيط وكتبكي حيت سمعت مشي جنود اتراك كيقولوا انه غادي يموت. سليمان ريحها وقال لها هما كيهضروا على السلطان ماشي عليا انا. من بعد مشى سليمان ومويت وعلي في رحله مع ايلا لليابان. هي فرحانه بزاف ودوزت وقت زوين معاهم وحسات براسها قربت لهم بزاف. وفسالات العطله بدا سليمان كيحس بثقل المسؤوليه ديالها وفهم باللي ايلا ماشي غير طفله معاه عاديه ولكن ولات جزء من حياته. في الغد مني وصلوا للمقر صادق قال لسليمان لقاو العائله ديال ايلا وعطاه ورقه مكتوبه بالكوريه وباللي خاصهم يرجعوها لعائلتها وطلب منه هو يوصلها لهم. سليمان حذر صادق باش ما يورطوش علي في الموضوع وطلب من ايلا ترجم ليه الورقه. من بعد طلب منها تسمع الراديو ديالو وهو غيمشي يدير واحد الخدمه ويرجع. في ديك الليله سليمان مشى للعنوان اللي عطاه ليه صديق ولكن لقى راسو في واحد الفخ وتعرض لهجوم من طرف واحد من قطاع الطرق ديال كوريا الشماليه. علي شاف سليمان تعطل وبالمساعده ديال ايلا خداو بيكالات صديق ومشاو يقلبوا عليه. علي وصديق وصلوا في الوقت ونقذوا سليمان من قطاع الطرق وهربوا كاملين ورجعوا للقاعده قبل ما الكولونيل فؤاد يعرف اش وقع. وفي هذا الوقت علي عرف ان الممثله اللي كيعشقها مارلين مونرو جات المدينه باش ترفع المعنويات ديال الجنود. واخا عندهم مهمه داك النهار
صحابو واعدوه يجيبوا ليه تصويره موقعه منها. من بعد ما قدروا يقنعوا علي باش يمشي للمهمه، وبمساعده ايلا سليمان نجح ياخذ تصويره موقعه من مارلين مورلو، وحتى خلات ليه بصمه البوسه عليها. ولكن للاسف علي تقتل في المعركه وهو شاد تصويرتها في يديه. هاد الخساره كانت صدمه كبيره لسليمان وقلقاتو بزاف. ايلا حاولت تواسيه. من بعد عام فؤاد اعلن ان الوقت جاء اخيرا باش يرجعوا لبلادهم، حيت جنود جداد غاديين يجيو ياخذوا بلاصتهم. ولكن سليمان قرر يبقى عام اخر كمتطوع، حيت كان صعيب عليه يبعد على ايلا. كتب رساله لنوران كيشرح ليها الوضع ديالو، ومن بعد ودع صحابو. من بعد الجنود الجداد وصلوا، والقائد جلال عيط على سليمان المكتب وقال ليه سفينه النقل غادي تمشي قريب وخاصو يكون من الناس اللي راكبين فيها. فؤاد قال لسليمان ان القوات التركيه وفات بوعدها واسست دار الايتام في سوان، واللي غادي تعيش فيها ايلا دابا. واخا ما كانش عنده خيار، سليمان خدا ايلا للبلاصه الجديده ديالها مدرسه اناره. ولكن مع الوقت سليمان ما قدرش يتقبل فراقها، وقرر يحاول يديها معاه لتركيا بالسر، وخباها وسط الشنطه ديالو. كان كيسحاب ليه نجحات الخطه ديالو، وفعلا داز من الامن بلا مشاكل. ولكن في الباب وقفوا الضباط بعد ما توصلوا بخبر ان ايلا مختفيه من دار الايتام. الخطه ديالو تفضحات فاش حلوا الشنطه، ولكن لحسن الحظ حتى حد ما رفع عليه شكايه بسبب الخدمه العسكريه المتميزه ديالو، وتفادى المحكمه العسكريه. في النهايه سليمان مشى ووعد ايلا وهو حابس دموعه باللي غادي يرجع ليها. ملي رجع سليمان للدار لقى إيسيل وخطيبها كيرحبوا به. استغرب من غياب نوران وسول علاش ما جات، وتفاجأ ملي عرف انها تخطبات. ما قدرش يصدق ومشى عندها باش يواجهها. نوران شرحات ليه ان العنايه الزايده ديالو بايلا والاهمال اللي حسات به منه خلاها تحس باللي ما بقاش مسوق ليها، وهذا الشيء خلاها تقبل الخطوبه. سليمان وهو معصب مشى خرج الفلوس باش يرجع لمارس المدينه ديال والديه ويتزوج من البنت اللي اختاروها ليه. 5 شهور من بعد سليمان ونيميت كانوا في اسطنبول ساكنين في دار جديده من بعد ما تزوجوا. واخا كل شيء سليمان بقى مصر يلقى ايلا، وهذا الشيء بدا كيأثر على العلاقه ديالو مع نيميت. ولكن نيميت وقفات معاه واعتبرتها بحال بنتها، وكانت مستعده دير اي حاجه باش تجمعهم من جديد. ولكن بعد شهور ديال البحث بلا نتيجه جاو المسؤولين من السفاره وقالوا لهم للاسف العثور على ايلا صعيب بزاف وشبه مستحيل. سنوات من بعد سليمان ونيميت فاقوا مخلوعين وسط الليل بعد ما ضرب زلزال قوي المدينه. داز عقود من الزمان، الجندي ولا عجوز وما عمرو لقى ايلا. دخل الدار رغم التحذيرات بسبب الزلزال. من بعد مشى سليمان وجبد تصويره قديمه ديالو مع ايلا، وبقى كيتفكر الايام اللي عاشها معها فتره الخدمه ديالو العسكريه في كوريا الجنوبيه. وهو كيتفكر في الصوره القديمه بدا كيحس ان الوقت قرب يسالي، والوعد اللي ما وفاش به لايلا كان كيتقل عليه بزاف. ومع ذلك مراته الوفيه بقات ديما حداه كتساندو بالصبر والمحبه، واخا ولادو ما فهموش علاش كان مهووس بها بزاف. سليمان كان كيجلس ساعات قدام التلفازه مسمر كيتفرج في اي خبر جاي من كوريا، كيقلب في كل وجه وكل مشهد على بصيص امل باش يلقى ايلا. حتى لواحد النهار مراته توصلت باتصال من صحفي كوري جنوبي كيقول انه باغي يدير وثائقي على الجيش التركي في حرب كوريا وعلى القصه ديالو مع ايلا والجنود. الصحفيين تاثروا بالقصه بزاف ووعدوه انهم غادي يعاونوا باش يلقاوها، وهنا رجعوا ليه الامل في قلبه تاني. الصحفيين الكوريين والاتراك بداو كيقلبوا في السجلات وقدروا يوصلوا لاصدقاء ايلا القدام في الملجأ، ووصلوا للخبر اللي كل شيء كان كيتسناه. لقاو ايلا في كوريا في عام 2010 واللي ولات معروفه اليوم باسم كيم يونا. الصحفيين نسقوا لقاء في كوريا الجنوبيه بين كيم يونا وسليمان، هو كان بالنسبه ليها بحال الاب ديالها. ومنين جات ديك اللحظه الجندي العجوز عرفها من اول نظره، واخا دازت 50 عام على فراقهم وبلا ما يشوفها. حتى لهنا سال الفيلم ديالنا. نتمنى من القلب يكون عجبكم الملخص. ما تنساوش ديروا لايك وابوني وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. نتقاشعوا في الملخص الجاي. تهلاو في روسكم.